ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ المتعارف على صينية الجلاش ان هي بتتعمل باللحمة، لكن احنا بقى هنعملها بالفراخ مع كام تركية كده هتخلينا مميزين فيها جدا. تعالى اقول لكم عملنا العظمة دي ازاي. في طاسة على النار نزلت بتلات او 4 معالق زيت كبار ومعلقة سمنة كبيرة، ونزلت ببصلاية كبيرة مبشورة او بصلتين وسط. انا عايزاها تدبل بس يا بنات، مش عايزاها تتحمر. بالشكل ده. هنا كان ربع كيلو صدور على وراك مخلية مفرومين، وكنت فارمة معاهم حتة ليا يا بنات، بتديها طعم حلو جدا، بس دي اختياري يعني، اللي مش حاببها ما يحطهاش، واللي عايزها صدور بس او وراك بس برضو اللي الموجود اعمليه. ونزلت كده بنص معلقة ملح صغيرة، ونص معلقة صغيرة فلفل اسود، ونص معلقة من بهارات الفراخ. بس انا مش هحط اي توابل تاني. صينية الجلاش عامة ما بتحبش التوابل الكتير عشان تظهر فيها طعم اللحمة أو الفراخ. وهنا كنت مجهزة فلفل ألوان، طبعا الكمية اللي انتي تحبيها، ولو عايزة تحطي حامي براحتك. أنا هنا ما استخدمتش الحامي عشان خاطر الولاد، بس أنا مش عايزة أهريه، أنا خلاص حطيتهم، بديها تقليبة وهقفل. اهو بالشكل ده كده، هي خلاص تمام خلصت. دي ورقة جلاش، انا بحب اجيبها من اللي هم الناس بتوع الفطير والرقاق، بيبقى طعمها حلو جدا وبتبقى طازة على طول. بفردهم كده كويس بالشكل ده، واجيب بقى الصينية اللي انا هعمل فيها الجلاش، واخد مقاسها بالشكل ده، وعلى قد ما اقدر احاول ان انا اقطع مقاسها بالظبط بالشكل ده. او كده انا خلصتها، قسمتهم بقى نصين. واجيب بقى الصينية بتاعتي. بصوا هنا في عفريت كده صغنن جه خد مني الحاجة وطلع يجري. هدهن بقى الصينية حطيت زيت على سمنة، ادهنها كويس عشان ما تلزقش فيها، وابتدي بقى اخد ورقتين ورقتين او بالشكل ده، وادهن بين كل ورقتين، يعني ادهن واحط ورقتين تاني او كده. وهعمل كده لغاية ما اخلص الجزء الاولاني. طبعا ده الورق اللي انا شلته، طبعا مش هيترمي، يعني خدت منه شوية قبل ما يتسرقوا مني. الولاد بتحبه جدا على فكرة، بيحبوا ياكلوه كده. وابتدي بقى اخد نص الجزء اللي انا قطعته احطه في الصينية من تحت كده قبل ما احط الفراخ. وهنا نزلت بقى بالفراخ بتاعتي واحاول اوزعها حلو بالشكل ده. وهنا بقى كان عندي جبنة موتزاريلا على شيدر على رومي ميكس، نزلت بيها كده على الفراخ دي، موديها في حتة تاني، بس دي خطوة اختيارية، لو مش موجودة هتبقى برضو تحفة. وزعتها كده حلو، وبعدين برضو هاخد جزء تاني من المتقطع
احطه، بصوا هنا العفريت جه خد الحاجه تاني ومشي. هحط بقى الجزء ده كده برضو، هحاول ان انا اوزعه. بصوا انا ماسكاه في ايديا عشان ما يتاخدش مني. وبرضو الجزء اللي انا كنت شايلاه هحط برضو ورقتين ورقتين بالشكل ده، بين كل ورقتين برضو ادهن دهنة سمنة على زيت تاني. كده انا خلصت كل الورق، اقطعها بقى كده بالشكل ده. يعني لو ما اتقطعتش مظبوطه معاكي مش مشكله، كده كده هتقطعيها تاني لما تطلع. بعد ما قطعتها كده جبت كده كوبايه لبن، حطيت عليها رشه ملح ورشه فلفل اسود. هي كوبايه واحده، ما نكترش عشان ما يتهريش مننا ويبقى طري ومقرمش في نفس الوقت. قلبتها كويس وحاول اسقي الصينيه كلها بيها اهو كده. بعد كده اجيب بيضايه واحط رشه ملح وفلفل، ما نكترش ملح وفلفل عشان ما تملحش مننا، واقلبها بقى كويس واحطها على الوش. ودي بتدي لون حلو جدا وما بتزفرش ولا اي حاجه، ما تخافوش. احاول اوزعها كده على الوش كله بالشكل ده، وادخلها بقى الفرن على درجه حراره 200، واول ما تاخد لون طلعوها على طول. اهو شايفين لونها عامل ازاي، وريحتها كانت قلبة الدنيا. بجد يا بنات اعملوها هتعجبكم جدا. شايفين شكلها عامل ازاي؟ يا لهوي، ولا ريحتها كمان. انا هقوم اعملها يا بنات دلوقتي عشان انا جعت. وبألف هنا.